السلام عليكم الاخوان. اليوم غادي نتكلموا على التألق ديال المحترفين المغاربه في الدوريات الاوروبيه، ونبداو مع اللاعب عثمان معما اللي سجل هدف مع الفريق ديالو واتفورد. المباراه اللي انتهت النتيجه ديالها ب2-2، تعادل الايجابي الاخوان، واللي كان منحو الاسيست ديال الهدف اللي سجلوه هو اللاعب المغربي الاخر عمران لوزة. عموما اللاعب عثمان معما فراه كيقدم واحد الاداء اللي رائع هذا الموسم هذا. ونمروا الان اللاعب ايوب الميموني اللي كيلعب مع فريق فرانكفورت، واللي تمكن من انه يسجل هدف في الانتصار ديال الفريق ديالو فرانكفورت على فريق مونشن غلادباخ 3 أهداف ل0. اللاعب ايوب الميموني واللي لعب لحد الان 6 ديال المباريات، مثلا في 3 ديال الاهداف، 2 الاهداف كتسجيل وواحد كصناعه. نمروا الان ونتكلموا على واحد اللاعب اللي شاب، لاعب اياكس امستردام الهولندي، اللاعب ريان بونيدا اللي سجل هدف للفريق ديالو. المباراه اللي كانت انتهت النتيجه ديالها ب4 أهداف ل1 لصالح فريق اياكس امستردام على فريق فورتونا. اللاعب ريان بونيدا اللي حكم لك الرسميه في اخر 3 المباريات مع الفريق ديالو. وبالمناسبه كاين عليها الاخوان شي اخبار كتقولك بانه غادي يكون في المعسكر ديال شهر مارس القادم. عموما كنتمناو الخير للاعب ريان بونيدا. ونمروا الان ونتكلموا على اللاعب الشاب كذلك بطل العالم، لاعب ستراسبورغ الفرنسي، لاعب ياسين جاسم. قبل ما يدخل الاخوان كان الفريق ديالو ستراسبورغ خسر ب2 أهداف ل0 امام فريق اولمبيك مارسي، ودخل وتمكن من انه يقلب النتيجه راسا على عقب الاخوان بالاداء ديالو. وكان كذلك تحصل على ضربه جزاء حتى لاخر اللحظات في الدقيقه 91 اللي جاب لنا هدف ديال التعادل. وللاسف اللاعب ياسين جاسم خرج مصاب في الدقيقه 91، والاصابه اللي تعرض لها ياسين جاسم هي اللي كانت بس اصطاد بها ضربه جزاء. عموما كتبان ان الاصابه ديال اللاعب ياسين جاسم فرا ماشي شي اصابه لا خطيره، وكنتمناو انه يرجع في اقرب وقت ويكون لما في المباراه القادمه. ونبقاو مع الدوري الفرنسي ونمروا للاعب سفيان بوفال اللي كيواصل التألق ديالو بالاسيست الثاني على التوالي الاخوان، اللي ساهم في الفوز ديال الفريق ديالو على فريق تولوز ب2 أهداف ل1. سفيان بوفال اللي قدم واحد الاداء اللي كان رائع في هذه المباراه هذه. الصراحه الا بقى على هذا الاداء هذا فراه ضروري خصنا نشوفه في المنتخب الوطني المغربي. اما بالنسبه لاخر لاعب اللي عندنا في هذا الفيديو هذا اللي هو المتالق اللاعب عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الاسباني، اللي سجل هدف في الفوز ديال الفريق ديالو على فريق ريال مايوركا ب2 أهداف ل1. اللاعب عبد الصمد الزلزولي واللي كيوصل للمساهمه التهديفيه ديالو رقم 14 هذا الموسم في 25 مباراة اللي خاضها مع فريق ريال بيتيس. الصراحة واحد الفاعلية اللي كما كنشوفوهاش مع المنتخب الوطني المغربي، فراه في كاس افريقيا ما سجلنا حتى شي هدف اللاعب عبد الصمد الزلزولي. عموما الاخوان كنتمناو الخير للمحترفين المغاربه، وكنتمناو الا نسينا شي لاعب سامحونا الاخوان. كاينين شي لاعبين اللي خارج الدوريات الاوروبيه كيوسف النصيري اللي كيواصل التألق ديالو وسجل الهدف ديالو الثاني في 3 المباريات اللي لعبهم مع فريق اتحاد جده. وكذلك كاين اللاعب اسامه الادريسي لاعب باتشوكا اللي حتى هو سجل هدف في الفوز ديال الفريق ديالو. عموما هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا الاخوان، متنساوناش واحد اللايك سبسكرايب، ويلا نشوفوا الفيديو الجاي.